ايه هي اكبر علامة على قرب الطلاق بين الزوجين؟ الطلاق كتر في مجتمعاتنا ووصل لمستويات مرعبة في كل الدول سواء عربية او اجنبية. الحلقة دي بحسب طلباتكم في الفيديو الاخير هتكون عن اكبر علامة ممكن تظهر بين الزوجين وتكون دليل على اقتراب الطلاق او الانفصال. خلوا بالكم احنا مش بنتكلم على اسباب الطلاق، دي هنعمل لها حلقة تانية لوحدها. احنا بنتكلم على المرحلة اللي بعد كده، الاسباب حصلت فعلا وخلاص الوضع وصل لمرحلة حرجة. ايه الحاجة اللي ممكن تحصل بين الزوجين وتكون دليل فعلا على وصول الوضع بينهم لمرحلة حرجة وان بقى في احتمال وارد ان هم ينفصلوا وما يكملوش مع بعض؟ في بحث عمله دكتور جامعي متخصص في العلاقات الاسرية اسمه جون جوتمان، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت. الراجل ده اتشهر بالابحاث اللي عملها واللي بيها قدر يتوقع اي زوجين هيتطلقوا قريب بنسبة دقة 94%. على عكس ما الناس ممكن تتخيل، علامة الوصول لمرحلة حرجة ترجح الانفصال بين الزوجين ما هياش الخناق ولا الزعيق ولا حتى العنف الجسدي او الضرب. اكبر علامة هي قلب العينين، اللي هو او بمعنى اصح التعامل مع الطرف الثاني باحتقار عموما. زي ايه؟ زي التنكيت على الطرف الثاني او الاستهزاء بيه، التهكم او التريقه على كل حاجه هو بيقولها او بيعملها تحت مسمى الهزار، انك تطلع اسماء على الطرف الثاني تناديه بيها بدل ما تناديه باسمه او باسم هو بيحبه، بالاضافه طبعا للاشارات الجسديه زي التشويح بالايد او قلب العينين. طيب اشمعنى قلب العينين تحديدا هو اكبر مؤشر منهم؟ لان هو اكتر حاجه بيلجأ ليها الطرف اللي بيحتقر الطرف الاخر وما تعتبرش عند الناس اهانه او شتيمه يتحاسب عليها. محدش هيروح يشتكي مراته لاهلها مثلا ويقول لهم عملت لي ها كده، للاسف الناس هتضحك عليه رغم ان الموضوع فعلا يدل على الاحتقار. طيب ليه الاشارات اللي بتدل على الاحتقار بالذات هي اكبر دليل على زواج غير مستقر او اقتراب الانفصال؟ اقول لك ليه. لان الاحتقار بالذات من اخطر المشاعر اللي ممكن اي حد يحسها تجاه حد تاني. انت ممكن تزعل من شخص بس من جواك لسه بتحبه، ممكن تكره شخص بس من جواك عارف ان فيه مميزات لسه بتحترمها وبتقدرها فيه. لكن لو وصل حد لمرحلة الاحتقار فهو من جواه جرد الشخص اللي قدامه من كل حقوقه الآدمية بالنسبة له، لانه في اللحظة دي وصل بالنسبة له انه مجرد شيء مش بني آدم اصلا، وجرده من انه يشوف ان الشخص ده حتى عنده اي مشاعر او احاسيس او ليه حقوق من اي نوع، وحتى ما عادش شايف ان الشخص ده يصلح لاي شيء ولا عمره بيعمل حاجة كويسة، ولو عمل حاجة كويسة عمره ما بيعملها صح. وبالتالي ده بيخليه يدي لنفسه الحق في انه يهين الشخص ده بكل الاشكال من غير ما يشعر بالذنب لانه بالنسبة له مش بني ادم اصلا. عايز تعرف قد ايه خطير شعور الاحتقار ده؟ اقول لك. في كتاب اسمه هتلر تيبل توك او احاديث هتلر على المائدة، ده كتاب عمله سكرتير هتلر هنريك هايم، وسجل فيه كل كلام هتلر وقت ما كانوا بيقعدوا مع بعض في غدا او حفلة. ولما الاخصائيين النفسيين حللوا كلام هتلر على اعدائه اللي كان بيحرقهم في المحارق النازية، لقيوا ان الشعور اللي هو كان حاسه تجاههم ما كانش الكراهية ولا كان الحقد، لا كان حاسس تجاه الناس دي باحتقار شديد جدا، وبيتكلم عنهم كأنهم شوية حيوانات مش بني ادمين اصلا. وده اللي خلاه يقدر يعمل فيهم كل الحاجات اللي عملها دي من غير اي شعور بالذنب من اي نوع. لو مريت باي تجربة من النوعية دي قول لي في التعليقات تحت، وما تنساش اللايك وفولو والشير.